السلام عليكم، ازيكم اصدقائي اصدقاء قناه ايمان في بلاد الامريكان. مساء الخير عليكم كلكم. عايزاكم في كلمتين كده بسرعه مهمين جدا. الصورة اللي باينة قدامكم دي بتاعت مجموعة من الناس كده معينة، الستايل بتاعهم احنا كلنا فاهمينه والمفروض ما لناش دعوة بيهم، بس امتى بقى لينا دعوة وايه اللي هيفرق معانا؟ ان واحد زي الاخ اللي في الصوره ده في ستايل معين، حركات معينه في لبس بتتعمل، زي حاطط الجاكيت اللي على كتفه دي وشويه حاجات عايزه افهمها لكم او اوريها لكم متعارف عليها في المجتمع هنا. لو انت مش من الستايل ده ما تعملهاش، انك هتتحسب عليهم. طاقيه زي اللي بتتلبس دي اللي كانوا بيقولوا عليها في مصر كاسكيته، باشكال معينه كده مختلفه، دي الناس دي بتحب تلبسها. نوع تاني من طاقية تانية برضو الستايل ده هما بيحبوا يلبسوه، اللي باينة في الصورة دي اللي هي زي الكاوبوي بس المقاس الصغير، الحجم الصغير. وزي ما شفت الولد بتاع الفيديو بتاع انتش وجري كان لابسها. فبليز يعني ابعدوا عن الستايلات دي. او تعليقة الشنطة، شنطة بتبقى حريمي كده متعلقة على الكتف، هي مش باينة قوي في الصورة دي. بيعلقوا الشنطه كده، يحط الشنطه على كتفه كده، دي المفروض بقى الستايل اللي هو الحريمي ده يعني. فالناس دي بتحب تمسك الشنطه كده. الحاجه التانية قوي اللي هي تانية الرجل البنطلون ولبس الجزمه، الستايل ده اسمه اللوفر. لوفر الستايل بتاع الجزم ده لما يتلبس من غير شراب مع تانية البنطلون. الحركتين دول مع بعض كده بتاعت الجماعه دول بيحبوا يلبسوها كده. فانت حاول تبعد عن الستايل ده، اظن باين قوي اهو. تانية البنطلون مع الجزمة اللوفر، الستايل ده اسمه لوفر من غير شراب. تمام. من الستايلات التانية برضو اللي بيحبوا يلبسوها، وللأسف أنا شايفة الحاجات دي بدأت تتعمل عندنا والناس مش عارفة أو مش فاهمة، فلازم الواحد يقول للناس برضو. على الفيسبوك لقيت حد حاطط صورة ابنه نجح في الإعدادية. الراجل طبعا أنا عارفة ملوش في حاجة في أي حاجة، وحاطط صورة الولد والبادج بتاع الفيسبوك اللي هو البرايد بادج ده. لو أنت مش قصدك كده، مش بتعمل كده مجموعة منهم، فبلاش تتحسب عليهم، فافهم الكلام ده. برضو كلمة اللي هي البرايد مع الألوان. ناس واحدة صديقتي عزيزة عليا جدا، الست ملاش في الموضوع خالص ولا فاهمة أي حاجة، وحطت العلامات دي والألوان دي. فاهم المفاجأة بقى الكبيرة؟ إن واحد من الفنانين، عارفين مين اللي في الفوتو سيشن ده الفنان هاني شاكر، جامع في الصورة ما بين الطاقية، حطت الجاكيت على كتفه ولابس البنطلون تاني رجل البنطلون، ولابس الجزمة اللوفر من غير شراب. تقدروا تفهموني كل دول كام علامة؟ 1 2 3 4 4 والأخطاء دي بقى هتكون متعمدة ولا ايه القصة بالظبط؟ لأن واحد زي ده المفروض في ناس هي اللي بتلبسه وبتكون مسؤولة عن الستايل بتاعه. والحاجات دي كلها بقت متعارف عليها جدا، مش بس هنا في أمريكا، لا ده دولية وعالمية. خلي بالكم وشاركوني بالتعليقات في رأيكم في اللي لابسه هاني شاكر ده. ويبدأ من حيث انتهى الآخرون، هتوفر وقت، توفر مجهود، توفر فلوس. نهاركم سعيد.